السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل السوبيا البودر. بصراحة الواحد بعت عشان يجيبها، لقاها طعمها اتغير كتير وما بقاش زي الأول. ابتدينا نعملها في البيت أنضف وأحسن وأوفر. هنعملها بأربع مكونات بس، هتحصلي على أحلى سوبيا وبمقدار واحد بس. يعني احنا هنستخدم الكوباية، هنعاير بيها كوباية سكر بودر، هنعاير بيها كوباية لبن بودر، هنعاير بيها كوباية دقيق جوز الهند، هنعاير بيها كوباية من الكريم جانتيه. بصي الأربع حاجات دول كده بكل حاجة كوباية، هتحصلي على مكون جميل جدا جدا للصوبيا البودر. بجد بجد يا جماعة، غنية خطيرة، طعمها لذيذ جدا. الصوبيا اللي موجودة في السوق بقت فيها نشا، بقى فيها رز مطحون، بقى فيها حاجات كتير كده تحس انها بعيدة قوي عن طعم الصوبيا الجميل الحلو اللي الواحد ما بيدوقوش غير في رمضان. بجد بجد انتي تعمليها في بيتك احسن. انا لقيت ان انا ارجع اعملها في البيت انضف واحلى، وبجد بجد طعمها بيبقى حلو وغني جدا. وما تجيبيهاش سايلة، يعني انتي اعمليها في البيت احسن. دي تجيبيها للولاد حتى لو هي جاهزة ما بتبقاش حلوة خالص. انتي هتعمليها وهتملي البولة بتاعتك كده تكفيكي رمضان، يديني ويديكي طولة العمر بقى عقبال ما تخلصيها. ما شاء الله، بجد طعمها بيبقى روعة جدا بالاربع مكونات دول. ايا كانت الكوباية هي معيارك في كل حاجة. حبيتي بقى وانتي بتعمليها تزودي سكر على حسب ما أسرتك بتحب. لو ما بتحبيش السكر كتير يبقى هتحطي حبة صغيرين، بتحبي السكر ياما يبقى هتحطي. كل واحدة وعلى حسب ما ولادها بيحبوا. أنا عندي بصراحة بيحبوا الحاجة سكرها كده زيادة حبتين، عكسي أنا تماما. بس هعمل ايه، هما اللي هيشربوا. هنا جبت كيلو لبن حليب اهو بجربها قدامك، كان قبل الفطار. هحط الصوبيا بتاعتي وهزود السكر. وانا كان عندي سكر بودر، رحت حاطه السكر البودر ظبطته. لقيت حسيت انها محتاجه تاني سكر بودر، هحط سكر بودر تاني عشان انا عندي بيحبوا الحاجه سكرها بزياده. وظبطتها اهو، عملتها ودقنا احلى شويه صوبيا. بجد بجد تجنن تجنن طعمها. خديها بقى كده صبيها في ازازه في شفشق. القوام بتاعها حلو، القوام بتاعها ولا هو تقيل ولا هو خفيف ميه كده زي ما احنا بنشتريها من بره. لا بصي القوام بتاعها جميل، ريحتها نفاذة. يعني الريحة بتاعتها روعة جدا جدا. بجد تحفة. تشربي شوية صوبيا في الجون، حاجة كده خطيرة. فعلا فعلا رمضان كريم. حبيبة قلبي بحبك في الله كتير. ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايميل بسيوني. املي بيتك خير ووفري ودبري وما تجيبيش حاجة خالص من بره. حبيبة قلبي احلى شوية صوبيا في رمضان لولادك يدوقوها. حبيبة قلبي اسيبك في حفظ الله واقولك ايه مع الصوبيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. باي باي.